هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 21 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نافذة ثقافية، ونخصص حلقة اليوم بمناسبة ذكرى الشهيد لتناول موقع الشهيد في شعر الشاعر العربي الكبير محمود درويش. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرتنا للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. منظمات دولية تنظم ندوة حول يوم اللاجئ العالمي في باريس. محكمة الجنايات الدولية تطالب بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير. الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إيرانا. هذه إذاعة إرنا. شهدت باريس في مساء يوم الأربعاء الماضي ندوة حول اليوم العالمي للاجئ، والذي يصادف 20 من يونيو سنويا. ونظمت الندوة في مقر بلدية الضاحية الثانية في باريس، وبحضور عمدتها السيد جاك بواتو. ونظمت الندوة كل من بلدية ضاحية باريس الثانية، ومنظمة السلام في اليمن، وإذاعة إرنا الدولية، وحزب الخضر الفرنسي، ومنظمة ثينك أفريكا، واتحاد فيفر لرعاية اللاجئين السوريين، وشبكة التضامن مع اليمن. وتناولت الندوة قضايا اللاجئين واللجوء في العالم، مع وصول أعداد اللاجئين عالميا إلى حوالي 70 مليون لاجئ. وشارك ممثل لإذاعة إرنا في الندوة متحدثا عن أسباب اللجوء في إريتريا ومظاهره وإمكانية الحلول النهائية للمشكلة. كما تحدث ناشط سوري حول أوضاع اللاجئين السوريين في مخيمات اللاجئين. وكذلك تحدث متخصص سوداني في الشؤون الإنسانية حول معاناة السودانيين مع اللجوء. وفي الأخير تحدث كذلك متخصص يمني في الحرب الدائرة في اليمن وأسباب اللجوء ومظاهره هناك. وفتح باب النقاش حول الأوراق التي تم تقديمها، واستمرت الندوة إلى وقت متأخر من المساء. ولتغطية أعمال هذه الندوة تابعوا معنا برنامج تعليق على الحدث نهار يوم الاثنين المقبل. طلبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور. وجاء طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وذلك للاستماع للتقرير الدوري الذي قدمته المدعية العامة للجنائية الدولية بشأن السودان. وأبلغت بنسودا أعضاء المجلس أنها ستفتح في القريب العاجل جدا حوارا مع السلطات القائمة في الخرطوم بشأن تسليم البشير وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك في إطار حرب الحكومة السابقة ضد الحركات المعارضة في إقليم دارفور. وقالت بنسودا: مع دعم مجلس الأمن أعتزم فتح مناقشة في القريب العاجل جدا مع السلطات في السودان حول هذه الأمور، وهناك التزامات قانونية على السودان بأن يتعاون بشكل كامل وتام مع مكتبي في هذا الصدد. وقالت المدعية العامة أنها على علم بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وعزل عمر البشير عن السلطة في 11 من أبريل الماضي بأن السودان يمر بفترة انتقالية سياسية غير واضحة المعالم. واستدركت قائلة: إني لا أقلل من تعقيد وسيولة الأحداث التي تتكشف في السودان، فإن لدي اليوم رسالة واضحة: حان وقت العمل الآن، وحان الوقت لكي يختار شعب السودان القانون على الإفلات من العقاب، والتأكد من أن المحكمة الجنائية الدولية ستتصدى بشكل حاسم للإفلات من العقاب الذي ابتليت به دارفور.
وأوضحت: لدينا 5 أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية المفعول، مبينة أنه وبحسب ما ورد فقد تم احتجاز 2 آخرين من المشتبه بهما، وهما عبد الرحيم أحمد حسين وأحمد هارون في الخرطوم، دون أن تشير إلى ال2 المتبقيين. وتابعت: يبقى السودان ملزما قانونيا بنقل هؤلاء المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها، ما لم يكن بإمكانه أن يقرر للقضاة أنه ستكون على عاتقهم مقاضاتهم في القضايا نفسها. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرين باعتقال البشير في عام 2009 و2010، وذلك لاتهامه بتدبير حملات إبادة جماعية وارتكاب فظائع حرب أخرى في إقليم دارفور. في تصعيد جديد للأوضاع المتأزمة في منطقة الخليج العربي، قال الحرس الثوري الإيراني يوم أمس الخميس بأنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية فوق المجال الجوي لبلاده، بينما قالت الولايات المتحدة من جانبها بأن صاروخا إيرانيا أرض جو أسقط الطائرة المسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، بحسب إفادة لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أن الطائرة تابعة للبحرية الأمريكية، وهي من طراز تريتون MQ-4C. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة أمريكية بدون طيار بعد أن دخلت مجال الجو الإيراني قرب منطقة كومو باراك في إقليم هرمزكان الجنوبي. ونددت وزارة الخارجية الإيرانية أمس بما وصفته بانتهاك طائرة أمريكية بلا طيار لمجال إيران الجوي، محذرة بحسب ما قاله التلفزيون الرسمي من عواقب مثل هذا الإجراء الاستفزازي. وتقول شركة نورثروب جرومان المصنعة للطائرة في موقعها على الإنترنت أن ذلك النوع من الطائرات يستطيع الطيران لمدة 24 ساعة متواصلة على ارتفاع أكثر من 10 أميال والعمل على مساحة 8200 ميل بحري. وقال الحرس الإيراني أن في إسقاط الطائرة رسالة واضحة للولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قوله: حدودنا هي خطوط حمراء وسوف نرد بقوة على أي اعتداء، وإيران لا تسعى إلى الحرب مع أي بلد، لكننا مستعدون تماما للدفاع عنها. وجاء هذا التطور الأخير واللافت للأوضاع بعد إعلان الولايات المتحدة استعدادها لنشر 10,000 جندي في منطقة الخليج، الأمر الذي عدته الصين كخطوة يمكن أن تشعل المنطقة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. منظمات دولية تنظم ندوة حول يوم اللاجئ العالمي في باريس. محكمة الجنايات الدولية تطالب بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير. الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا، ومتابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. تعيش إريتريا ومنذ الأمس 20 من يونيو في مناسبة إحياء ذكرى شهداء البلاد منذ اتضاح معالمها إلى اليوم، وهي مسيرة طويلة تميز وتوشح تاريخ إريتريا وتطرزه ببطولات وفداء ومآثر لا تحصى. وبهذه المناسبة الأثيرة إلى قلوب كل مواطني بلادنا، قدمنا يوم الأربعاء الماضي حلقة خاصة من برنامج متابعات، وخصصناها لتناول ذكرى الشهداء في إريتريا وفاء لهم وعرفانا. ومهما آثرنا ومهما فعلنا،
فإننا لن نبلغ معشار ما قدموه من تضحيات، وأهم تضحية قدمها هؤلاء هي النفس والدم لكي نعيش أحرارا وسعداء. ومسيرة الشهداء لا زالت تتواصل في بلادنا في السجون وزنازين النظام. واليوم أيضا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نقدم لكم امتدادا ومتابعة لهذه الذكرى بتقديم حلقة خاصة أيضا حول الشهيد وموقعه في الأدب وتخليد ذكراه في الموسيقى والشعر والفن والإبداع العالمي. ونقدم لكم في نافذة ثقافية اليوم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موقع الشهيد في شعر الشاعر العربي الكبير والشهيد أيضا محمود درويش. فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إرنا. محمود درويش مغني الشهداء، مصطفى الغرافي شاعر وباحث من المغرب. لقد كان لقاء درويش بالموت في فترة مبكرة من حياته، تجسد أول مرة في مواكب الشهداء الذين يسقطون تباعا واقفين مثل النخيل وأشجار البرتقال الحزين. يشيعهم الشباب الفلسطيني الذي يؤمن كل واحد منهم في قرارة نفسه أنه مشروع شهيد يسير على الأرض التي سيرويها ذات لحظة استثنائية من عمره بدمائه التي تسيل لكي تصنع من ملحمة الموت ملحمة الحياة. هذا هو العرس الفلسطيني، لا يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شريدا. يظهر التأمل الدقيق في شعر درويش أن الموت الذي اعتنى بتصويره الشاعر منذ قصائده الأولى ليس الموت العادي، ولكنه الموت الذي ينجم عن فعل مواجهة أو مقاومة. ولذلك كان الموت الذي يحتفي به درويش جماليا هو موت الشهداء، أي فعل التضحية الذي يجعل من الموت تجربة إنسانية فريدة تستحق التمجيد والاحتفاء. تكشف القصائد الأولى التي كتبها درويش عن تصور رومانسي للموت، حيث لا يعني الموت في نصوصه المبكرة العدم والنهائية، ولكنه يعني التجدد والانبعاث أي البداية. ويقول درويش: 3 أشياء لا تنتهي، أنت والحب والموت. الموت مثل الحب ولادة ثانية، ولذلك كان الموت عند درويش لا يعني النهاية بل هو البداية. ومن هنا زخرت مراثيه للشهداء وأغنياته لهم بالدعوة إلى استمرار الحياة، لأن الحياة لا تتوقف بالغياب الجسدي، ولكن الموت مناسبة لدفع عجلة الحياة إلى الأمام. وكما يقول في حبيبتي تنهض من نومها: نعيش معك، نسير معك، نجوع معك، وحين تموت نحاول لا نموت معك، ففوق ضريحك ينبت قمح جديد وينزل ماء جديد وأنت ترانا نسير نسير نسير. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا زلتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تستمعون إلى محمود درويش مغني الشهداء للباحث والشاعر المغربي مصطفى الغرافي. ويقول مصطفى عن درويش: تكشف مراثي درويش للشهداء عن جماليات جديدة في التعامل مع فعل الموت، لقد أضافت قيما جمالية جديدة إلى الشعر الرثائي العربي. فدرويش لا يحصر مراثيه في تقديم التعازي وتمجيد الأعمال التي أنجزها الشهيد في حياته، ولكنه يعمل على توليد أسباب الحياة من رحم الموت، مما يجعل المراثي تتحول في كثير من الأحيان على قوة دفع تدعو
إلى الحياة ممثلة في فعل السير بعد دفن الشهيد من أجل إكمال الطريق والوصول إلى الأفق الذي أشار إليه ورسمه بدمه، الانحياز لخط المقاومة حتى تحرير الأرض واسترجاع الكرامة. يظهر ذلك بشكل واضح في قصيدة درويش أحمد الزعتر التي يمكن اعتبارها رثاء جماليا لكل الذين استشهدوا في تل الزعتر، حيث ينصهر في هذه القصيدة الفردي والجماعي في ملحمة الدم الفلسطيني، لتنطلق الدعوة عالية إلى المقاومة باعتبارها التجسيد الحقيقي لفعل الحياة المنبثق من رحم الموت. ويقول درويش في أعراس: فاذهب عميقا في دمي، اذهب براعم، واذهب عميقا في دمي، اذهب خواتم، اذهب عميقا في دمي، اذهب سلالم، يا أحمد العربي قاوم. أن قوة الحياة تنبعث وتتولد من فعل الموت، ذلك ما يريد درويش أن يستخلصه قراءه من مراثيه للشهداء، حيث يتحول الموت إلى قوة حركية تفعل في الأحياء وتدفعهم إلى الحياة الفعل، التي تتخذ في كثير من قصائد درويش الرثائية شكل السير أو المشي. وفي قصيدته حصار لمدائح البحر يقول: صباح الخير يا ماجد، صباح الخير، قم اقرأ سورة العائد، وحث السير إلى بلد فقدناه بحادث سير. تنطوي مراثي درويش للشهداء على احتفاء واضح بالحياة المتولدة من رحم الموت، ويرجع ذلك إلى أن الفلسطيني لا يملك غير دمه في مواجهة الترسانة العسكرية المتطورة لقاصبي أرضه ووطنه، فلا ميلاد ولا انبعاث إلا من هذا الدم الذي يجري رقراقا من أجل تحقيق الولادة الثانية لشعب ذخيرته الوحيدة قتلاه وجرحاه. ويقول في مديح الظل العالي: قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة، فاضرب بها أضرب عدوك لا مفر. لا يملك الفلسطيني غير دمه يحتمي به من الواقع العربي الذي يسيطر عليه التآكل والانهيار. من الدم صنع الفلسطيني أسطورته الفذة، ومن بريق هذا الدم المستباح تشكلت معجزة فلسطينية استطاعت أن تجعل من الغياب حضورا بهيا، ومن الموت حياة متجددة تقاوم النسيان. ولذلك أطلق درويش على الدم صفة الأخضر، رمز الخصب والنماء. ويقول أيضا في قصيدة عراس: جدد أيها الأخضر صوتي، إن في حنجرتي خارطة الحلم وأسماء المسيح الحي. جدد أيها الأخضر موتي، إن في جثة الأخرى فصولا وبلاد. أيها الأخضر في هذا السواد السائد، الأخضر في بحث المناديل عن النيل وعن مهر العروس. الأخضر الأخضر في كل البساتين التي أحرقها السلطان، والأخضر في كل رماد. لن أسميك انتقال الرمز من حلم إلى يوم، أسميك الدم الطائر في هذا الزمان، وأسميك انبعاث السنبلة. هذه إذاعة إرنا. لازلتم مستمعي ومستمعات الأفاضل تستمعون إلى مقال تحت عنوان محمود درويش مغني الشهداء للشاعر والباحث المغربي مصطفى الغرافي. إن الموت في مراثي درويش للشهداء لا يعني النهاية والغياب، فالشهداء يستأنفون حياتهم بعد الموت بطريقة طبيعية، ويقومون بنفس الأعمال التي تعودوا القيام بها في حياتهم السابقة. مديح الظل العالي يقول درويش: بيروت ليلا يخرج الشهداء من أشجارهم يتفقدون صغارهم، يتجولون على الساحل يرصدون الحلم والرؤيا، يغطون السماء بفائض الألوان ويفترشون موقعهم، يسمون الجزيرة، يغسلون الماء، ثم يطرزون حصارنا قطة ونخلا.
ويبلغ من تمجيد درويش للفعل البطولي الذي يقوم به الشهداء أن يحرص على توفير شروط الراحة لأرواحهم بعد الموت، فيقوم حارسا لنومهم ولأحلامهم. ويقول في ورد أقل: عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصحو حصار واحرسهم من هواة الرثاء، أقول لهم: تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر. مما يؤشر على أن فعل الموت الاستشهادي بالنسبة إلى محمود درويش طريق سالك إلى الخلود والحياة المتجددة باستمرار، حيث يتوحد في شعر درويش فعل الموت الشهادة بشهوة الحياة الخلود. ويقول في الجدارية: يا موتنا خذنا إليك على طريقتنا فقد نتعلم الإشراق، لم يمت أحد تماما، تلك أرواح تغير شكلها ومقامها. يكشف هذا القول الشعري عن فهم الرومانسي لفكرة الموت التي ترتبط في قصائد درويش بدلالات وإيحاءات عميقة تحيل إلى عوالم رمزية وتخيلية لا تنفصل عن الأبعاد المجازية البانية للأنظمة البلاغية والجمالية التي ما يفتأ درويش يؤسس لها في منجزه الشعري بصبر وأنأة. فالموت كما تكشف قصائد محمود صنو التجدد وطريق الانبعاث والخلود. وقد عبر درويش عن هذه الرؤية بكثافة شعرية شفافة في قصيدته عبد الله الواردة في ديوان العصافير تموت في الجليل، الديوان الذي كرسه للاحتفاء بمواكب الشهداء الذين يولدون من رحم الموت. ويقول فيها: عادة لا يخرج الموتى إلى النزهة، لكن صديقي كان مفتونا بها كل مساء، يتدلى جسمه كالقصن من كل الشقوق، وأنا أفتح شباكي لكي يدخل عبد الله كي يجمعني بالأنبياء. إن موت الشهيد كما يكشف هذا المقطع الشعري ليس غيابا مطلقا، ولكنه انتقال من حال إلى حال. فالشهيد يخرج من قبره ويتنزه ويلتقي الشاعر ليجمعه بالأنبياء، لأنه بموته يغادر منزلة البشر العاديين ليرتقي إلى مقام النبوة التي تستطيع اجتراح الخوارق والمعجزات، فتنفذ من المرئي إلى اللامرئي حيث الكشوفات الروحية الخصبة. فالشهيد يدخل من الشباك كالعطر والنسيم، لأنه تحرر من كل القيود المادية التي تشد الروح إلى الجسد. تتجاوز في مراثي درويش للشهداء فجيعة الغياب وبهجة الحياة، حيث يغدو الرثاء احتفاء بالموت وتمجيدا للشهيد. فالفلسطيني لا يملك غير دمه، معجزته التي تجعل من ملحمة الموت ملحمة للحياة. هذه إذاعة إرنا. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى مقال تحت عنوان محمود درويش مغني الشهداء للشاعر والباحث من المغرب مصطفى الغرافي، وكنا قد قدمناه لكم. ونحن مستمعي ومستمعات الأفاضل نتفيأ ظلال ذكرى الشهداء في بلادنا إريتريا، فالمجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين قلدونا وسام الوطن الذي نحمله في شغاف قلوبنا، ونحمله أيضا هوية عندما نضرب في الأرض. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وفيما يلي مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم ملخصا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. منظمات دولية تنظم ندوة حول يوم اللاجئ العالمي. شهدت باريس في مساء يوم الأربعاء الماضي ندوة حول اليوم العالمي للاجئ الذي يصادف 20 من يونيو سنويا. ونظمت الندوة كل من بلدية ضاحية باريس الثانية ومنظمة السلام في اليمن وإذاعة إرينا وحزب الخضر الفرنسي ومنظمة ثينك أفريكا واتحاد فيفر لرعاية اللاجئين السوريين وشبكة التضامن مع اليمن. محكمة الجنايات الدولية تطالب بتسليم الرئيس السابق عمر البشير.
طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور. وجاء طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت يوم الأربعاء في المقر الدائم للأمم المتحدة لمناقشة التقرير الدوري الذي قدمته المدعية العامة للجنائية الدولية بشأن السودان. أخيرا، الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة. في تصعيد جديد للأوضاع المتأزمة في منطقة الخليج العربي، قال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط يوم أمس الخميس طائرة مسيرة أمريكية فوق المجال الجوي لبلاده، بينما قالت الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها بأن صاروخا إيرانيا أرض جو أسقط الطائرة المسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، وذلك حسب ما أشار به مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل ختام فقرات برنامجنا أذكركم مستمعي ومستمعات الأفاضل بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا، لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرينا.